ايش لازمه؟ حلو. هو زول باشا. شي وانا شي. آخر مستجدات مرض الكورونا في مدينة كركوك. عندنا مصاب واحد في مركز العزل في حي الصناعي، وعندنا حالتين مشتبهتين الآن طبعا، أحدهم في مستشفى أزادي والثاني في مستشفى كركوك. والحجر الصحي احنا من مركز الموقع الحجر الصحي في مستشفى كيوان عندنا 17 موجودين، اللي راح يغادرون المركز إن شاء الله بعد دقائق 15 واحد منهم. طبعا هذول ال 15 ثبت أنه ما مصابين، كانوا ملامسين للمرضى اللي كانوا راقدين في مركز العزل. الحمد لله خلال هالفترة 14 يوم من يوم 5/3 لحد اليوم لم تظهر عليهم علامات المرض. طبعا هذا إنجاز مثل ما تعرفون، يعتبر إنجاز طبعا احنا نفرح به، وكل منتسبي دائرة الصحة تشوفون طبعا احنا فرحانين بهم. الحمد لله لن تظهر عليهم علامات، وراح يغادرون المركز إن شاء الله إلى عوائلهم سالمين إن شاء الله. طبعا هذا المركز الحجر الصحي هو الحجر هو اللي سويناه طبعا بالاتفاق مع شركة النفط، شركة نفط الشمال. طبعا هاي نقطة مهمة جدا بالنسبة لحجر المرضى حتى نمنع انتشار المرض. بالنسبة للحجر المنزلي طبعا احنا نريد بعض النقاط رجاء. الحجر المنزلي أيضا عندنا حجر منزلي. اليوم عندنا في أحد البيوت 4 محجورين منزليا. ستتجه فريق طبي بعد قليل إن شاء الله إلى المنزل لإجراء الكشف والفحص عليهم. احنا متابعيهم صار لنا 14 يوم، هاليوم راح يكملون إن شاء الله بالمنزل، راح نفحص عليهم. إذا ثبت أنه ما عندهم علامات أيضا راح يتحررون من الحجر المنزلي. وبالنسبة إخوان، بالنسبة للمرض هذا مرض الكورونا، طبعا احنا من خلالكم نطلب من اخواننا القوات الامنيه التشديد في اجراءات حظر التجوال، لانه السبيل الوحيد لمنع انتشار المرض.